اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده عصير ليمون بطريقه مختلفه كده، يا رب تعجبكم. ماشي، معانا كام عود كده من النعناع، يجي 5 عيدان كده. ماشي، هنقطعهم في الخلاط بتاعنا. هنمسك من هنا كده الليمونيه اهي، من هنا كده بالظبط، ونقوم قاطعينها كده. دي بتبقى الحته اللي هي الممرره في الليمونه اهي اهي، نفس القصه اهي. ونقوم قاسمين الليمونه بتاعتنا على 2 اهي، واحده كمان اهي، ونقوم قاسمين الليمونه بتاعتنا اهي على 2. ماشي، وادي التالتة. انا معايا بالظبط 4 ليمونات. الاخيره دي هزوق بيها كده. هنحط حوالي مجين من كوبايه الشاي كده سكر، مجين ميه، معلش انا اسفه. هنحط ربع كوبايه سكر. عايزه اكتر السكر ده اختياري برضه. هنضرب ده كله في الخلاط كده. كده انا فرمته معاكم اهوت، ضربته في الخلاط تمام. هصفيه وارجع لكم تاني. وشكله اهوت ولونه بعد ما انا صفيته وضربته في الخلاط تمام. هنملى بقى مج من كوبايه الشاي بتاعتنا، عاملاها لبن. دي التكايه بقى من حطيت مج اهو، المج بتاعنا اهو من اللبن. هننزل عليه كده تمام. هنضرب كله في الخلاط وبعدين نرجع تاني. تمام، فرمت اهوت وانا بقى صفيته وكل حاجه زي ما احنا قلنا. هحط كده بس يعني منظر كده في القعر بتاع الكاس بتاعنا، او حسب ما انتوا عايزين. ماشي، وبعدين هنحط 2 مكعب كده اهو. وادي 2 مكعب تاني هنا اهو. هنشيل الشفشق الخلاط بتاعنا. بص المنظر عامل ازاي. ايه رايكم؟ بص المنظر عامل ازاي، وكوبايه بقى طعمها من الاخر. عليا النعمه من نعمه ربي، ولا ب100 جنيه تجيبوها دي. بصوا بقى، الله الله الله، جربوها يا رب الفكره دي تعجبكم. تصبحوا على خير او مساء الخير حسب ما تشوفوا الفيديو. بألف هنا.